في نوع من الناس لو كل أي أكل بيحرقه، ولو وزنه زاد شوية وقرر يعمل دايت بمجرد ما بيقلل أكله أو يمنع العشاء بس وزنه بينزل بسهولة جدا بدون أي مجهود. النوع ده من الناس اسمه سبند ثريفتي فينوتايب. في نوع تاني من الناس على الرغم ان هو عايش بكميات اكل قليلة جدا لكن جسمه في زيادة مستمرة. لو قرر يعمل دايت وقلل اكله زيادة جسمه بيتكيف مع نوع الدايت ده وبيبدأ يقلل معدلات الحرق بتاعته وبرضه ما بيخسش. النوع ده من الناس اسمه ثريفتي فينوتايب. النوع الاولاني ربنا يبارك لهم في صحتهم، احنا مش هنتكلم عنهم كتير وهم مش محتاجيننا. اما النوع التاني هو ده اللي بيمثل الغالبيه العظمى من الناس اللي بتعمل دايت ومش عارفه تخس. لو انت من النوع التاني وبتعاني بشده في نزول الوزن فانصحك تتابع معايا السلسله اللي انا هعملها، لان انا هتكلم فيها عن ازاي ده بيحصل وليه بيحصل وازاي نعالجه. انا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذيه جامعه القاهره، وهبدا هنا سلسله فيديوهات عن الدايت وعن الناس اللي مش عارفه تخس. فلو انت مهتم اعمل لي فولو واستنى الفيديو الجاي.